هنتكلم عن موهبة استثناء، وهي آمال الأطرش أو أسمهان. اتولدت في 25 نوفمبر سنة 1912. أبوها كان سوري وأمها لبنانية. اتولدت أسمهان على متن سفينة أثناء رحلة العائلة من تركيا لسوريا. عائلتها ذات أصول عريقة. أخوها فريد الأطرش كان ليها غيره 3 إخوات: فؤاد اللي كان زعيم في جبل الدروز، ووداد، وأنور. معظمهم ماتوا بأمراض مختلفة جراء أوبئة متنوعة. استقرت العيلة في جبل العرب في السويداء، وبدأ الأب نضاله ضد الثوار الفرنسيين، مما أدى لاعتقال العائلة بأكملها انتقاما منهم. فضلت الأم الهروب بأولادها من بطش المحتل، وهنا ظهر على الطفلة الصغيرة أسمهان موهبة الغناء. طبعا كان أخوها فريد بيشجعها وداعم ليها جدا. فؤاد اللي كان دايما بيستهزأ بموهبتها وبيسميها مياعة. وفي يوم كان بيزور العيلة الملحن داود حسني، أثنى على صوت أسمهان. خلي بالكوا، داود حسني هو أول من سماها أسمهان. ذاع صيت الصبية أسمهان واشتغلت في السينما، أولهم فيلم ليلى بنت الصحراء، واختارها الموسيقار محمد عبد الوهاب تشاركه البطولة في أوبريت مجنون ليلى. فريد أخوها كان بيشجعها جدا، إنما السماوي فؤاد ما عجبوش الكلام ده. عمل فيها صعيدي من لبنان، وقال إن أخته هتجيب لهم العار بالغنى ده. راح أجبرها على الزواج من ابن عمها الأمير حسن الأطرش، واستقرت معاه في سوريا. وطبعا لن تنسى حلمها. بعد الحمل كانت أقدمت على الانتحار، لكن زوجها رجعها لمصر عشان تولد جنب أمها. هو فؤاد أخوها السبب. المهم أنجبت أسمهان ابنتها الوحيدة كاميليا. سابت بنتها في مصر ورجعت سوريا، وهنا اختارتها المخابرات البريطانية إنها تكون وسيط بينها وبين زعماء الدروز في الجبل لتسهيل عملية احتلال سوريا. مصيبة كبيرة من مصايب الزمن وقعت عليها. كل ده والصبية أسمهان حلمها الغنائي جواها ومش عايز يروح من مخيلتها. واضح إن زوجها كان له يد في الموضوع ده. المهم اتهمها الناس بالتجسس، وخاصة بعد الثراء الفاحش من خزينة الأعداء. أسمهان تعبت نفسيا من كل ده، طلبت الطلاق من جوزها لكنه رفض. بعدها انتحرت، ولكن تم إنقاذها. وبعدها اتطلقت بعد جواز 6 سنوات. جت مصر تبحث عن استكمال حلمها الغنائي. صورت أول بطولة مطلقة لها فيلم انتصار الشباب، لكن الإقامة في مصر كانت عائق ضدها. اتجوزت أسمهان من المخرج أحمد بدرخان حتى تعثر على الجنسية، إلا إنها طلبت الطلاق بعد 55 يوم. بعدها اتجوزت أحمد سالم اللي كانت بتقول عليه حب عمرها، ولكن سرعان ما توفى في ظروف غامضة بطلقة في صدره أودته قتيلا. يا وجع القلب. شاركت الفنان يوسف وهبي في بطولة فيلم غرام وانتقام، ولكن لم تتمكن من استكمال تصوير المشاهد الأخيرة بسبب وفاتها، وبرضه في ظروف غامضة. اضطروا يغيروا نهاية الفيلم ويصوروا بالجثة وهي إلى مثواها الأخير. الخلاصة إن الناس دايما بتشوف المنظر الخارجي أو القشرة الخارجية منك، إنما الأعماق بتبقى مكلومة ومليانة باللي يكفي ويزيد. علشان كده أما تشوف حد مشرق وجميل قول سبحان الله، لأن ربنا موزع الأرزاق كلها بالتساوي. دمتم على خير. سلام.